السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة إلى موضوع تجهيز طائر الحسون. في هذا الأصيص يوجد الكنز المحبذ للحسون. سوف أضعه داخل السلاكة وستشاهدون روعة المشهد. هذه النباتات هي سبب من الأسباب الرئيسية في جهوزية هذا الطائر ووقايته من عديد الأمراض. إذن هذه هي نبتة القزاز أو الزجاج، اسمها العلمي ستيلاريا ميديا. تنبت زهرات صغيرة بيضاء. النبتة الثانية والمشهورة عند جل المربين هي نبتة الحريقة. إذن أمامنا نبتة الحريقة، الكل يعرفها. والنبتة الكبيرة التي أمامنا غنية عن التعريف، نبتة الهندباء أو التفاف. هذه النباتات يعشقها الحسون في الطبيعة. إذن نشاهد مع بعض. نشاهد إذن ما إن أضع الأصيص داخل السلاكة حتى تنهال عليه كل الطيور لتأكل منه بنهم. هذه النباتات كلها نافعة للحسون. نلاحظ منهم من يأكل الأوراق، ومنهم من يأكل الأزهار، وحتى الغصن الصغير أو الساق التي تخرج منها الأوراق تؤكل، ينقرها الحسون، وبها مادة بيضاء مثل الحليب يتغذى عليها الحسون وهي نافعة له. إذن لا يترك منها أي شيء، الحسون يأكلها كلها ويحب هذه النبتة في الطبيعة. كذلك نبتة الحريقة ونبتة القزاز أو الزجاج كما يسمى. نلاحظ إذن حب الحسون لهذه النباتات. مشاهدة طيبة. قدموا لطيوركم هذه النباتات الثلاث بانتظار الشوك أو ما يسمى بالبك. كذلك فيه ديدان صغيرة يتغذى عليها الحسون ويحبها جدا. إذا قدموا هذه النباتات تزيد في جهوزية طيوركم. دمتم في رعاية الله، إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.